عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة جديدة، وصفة حلوة وسهلة وبسيطة. والله حاجة بسيطة خالص. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، وهقول لك هنعمل عليها، هنعمل أكلة سهلة وجميلة خالص. فيها بطاطس، قطع البطاطس على 4 طحينة حلوة كده. دي حاجة بالثوم. هنروح على البوتاجاز. المكونات بتاعتنا اللحمه والبصل والخضره بتاعت الكفته، دي كفته، والبطاطس وطماطم وفلفل الوان وقرن سبايسي والثوم والصلصه. اهم حاجه في الوصفه الثوم. مش هقول لكم الصينيه دي بتاعت ايه، بس نعمل الوصفه الاول وانتي في الاخر هتعرفي هي ايه. وصفتنا سهله وبسيطه. يلا بينا نجري بسرعه نروح على البوتاجاز ونشوفوا هنعمله ايه حبايبي. هنحط حته سمنه حلوه كده حبايبي، وهحط معاها شويه زيت، حته توم حلوه اهي. اسيب حته التومه دي تتفك الاول بالزيت كده بالايدين، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي يا حبايبي زي ما انتم شايفين التومه اصفر معايا، انا مش هحمره خالص. وبعدين هحط عليه ايه؟ طبعا الاكله دي ما فيهاش بصل. هحط البطاطس اللي انا مقطعاها، واسيب البطاطس تتشوح معايا شويه. احط عليها الملح بتاعها والفلفل حبايبي. الاصل تاني من القاهره. انا دلوقتي انا سايبه كده. بص، شوحت البطاطس على قد ما قدرت في التومه ده. بطنتها كلها بالثوم والملح والفلفل الاسود كويس حبايبي كده. هبدا احط ايه؟ هحط الطماطم اللي انا مخرطاها. الطماطم اهي، واسيبها شويه تاخد وتدي مع بعضها كده، واقول لكم هعمل ايه تاني بعد كده. اسيب الطماطم شويه حبايبي. كنت بلوم على قلبي العاشق الغرقان في دموع العين، واللي النوم مجفيه وعيونه قاعدة تعد نجوم الليل. كنت بلوم على قلبي العاشق الغرقان في دموع العين، واللي النوم مجفيه وعيونه قاعدة تعد نجوم الليل. كل ده واكتر منه حصل لي، وحصل امتى وحصل ازاي؟ رايح جاي بشاور عقلي، وطول الليل كده رايح جاي. دلوقتي الطماطمايه ده بقت معايا شويه. اروح حاطه بقى مخلطه فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل الوان، وارض سبايسي بس كده عشان يطعم الوقت. طبعا انا مش عايزه مش هحط ميه ولا اي حاجه في البتاع دي. كل ده هينزل ميته. انا في الاول ما حطيتش بصل طبعا يا حبايبي، بس هحط حاجه تانية معايا. البصل اللي انا صفيته من بصل الكفته هحطه واسقي بيه بس حبه صغيرين كده، والباقي دول هتبل بيهم الكفته. ماشي يا حبايبي، هسيبها بقى مع نفسها ونروح نعمله الكفته. يلا بينا ونسيبه دول مع نفسها ياخد ويدي بشكل ودي على النار. بشر بصلتين، وحطيت حته تومه وقرن فلفل سبايسي، واحط شويه خضره حبايبي. بقيه الخضره دي انا عايزاها حاجه تانية هقول لكم بعد كده. يعني خدت حزمه بقدونس واحده، خدت سايبه دول للايه، للزواج. معلقه شطه، فلفل اسود، ومعلقه ملح. انا قلت لكم قبل كده اي لحوم انا ما بحطش فيها يا جماعه ولا بهارات ولا توابل ولا اي حاجه. هعمل كل ده بقى مع نفسه كده، واقعد اعمل الكفته. هصبعها وارجع لكم تاني. تبلت الكفته زي ما انتم شايفين اهي. بصوا كله دخل مع بعضها. هبدا اتبلها، اصبعها بقى. اوريكم اصبعها ازاي حبايبي. شيلي ليمون لو ما عندكيش اي حاجه، شيلي ليمون اهو حبايبي. كده حبايبي. افردي العجينه اللحمه كده اهو،
الصلصه اللي قلت لكم عليها اهو. هكمل الكميه وهرجع لكم تاني بعد ما اكملها اقول لكم عملتها ازاي، اوريكم على كفه قد ايه. صبحت الكفته هعمل فيها ايه دلوقتي، هوريكم هعمل فيها ايه. تعالوا على البوتاجاز. قلبي صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين، هحط شويه الخضر دول عليهم كده ماشي. هعمل ايه بقى تاني، هلخبط كل ده كده مع بعض بالخضر حبايبي وهحطها في البايركس. قلبي ايه رايكم صينيه البطاطس اهي. هبدا احط ايه بقى، هرص عليها الكفته حبايبي وهوريكم هعمل فيها ايه. هكمل الكميه وهرجع لكم تاني. خلاص انا حطيت رصيت الكفته. همسك ايه بقى، كوبايه صلصه شوربه، حط عليهم معلقتين صلصه وشويه زيت وهسقي بيهم فوق الصلصه كده. انا مش عايزه صلصه كتير عشان انا عايزه البطاطس تطلع بلونها فاتحه. انا مش بحمر البطاطس، انا بس عشان الكفته كده حبايبي. وهحطها في الفرن وهروح بسرعه دلوقتي اعمل شويه رز حبه بحبه وهوريكم بعد كده هنعمل فيها ايه ماشي حبايبي. ودي هدخلها الفرن وعايزه اوريها لكم المنظر النهائي ليها، بس هحط لها حاجه ديكوريشن كده ادشها. هعمل رز حبه بحبه، شويه رز نص كوبايه اهو غسلاهم هحطهم يتحمروا. وبعد كده هكمل بقى ما رضيتش اعمل عندي لسان عصفور بس مش عايزه لسان عصفور بيبقى تقيل. الرز حبه وحبه حبايبي، يا ريت تحمري الرزايه خالص، يعني مش تصفريها وبس، الرزايه دي تحمريها خالص وبعدين يبقى ده اتش بقيت رزك. وهنكمل انا مع نفسي عشان طبعا رحيم بيبي يعيط فامه هتروح عشان هي اللي بتصورني. اتفضلي يا حبيبي. حبيت حبايبي اعمل لكم مع الغدوه اللي انا عاملاها لكم دي كوبايتين ليمون بالنعناع. هنحط الميه ميه ساقعه زي ما انتم شايفين كده، وهحط معاها كوبايه سكر. دي الحلاوه انا متعوده عليها، دي هتظبط لي السكر بتاعي. هضربه في الخلاط، هشغل الخلاط واقول لكم هحط ايه. حبايب قلبي دوبت السكر، هبدا احط النعناع. انا غاسله النعناع زي ما انتم شايفين اهو، ورق بس هحطه واديله ضربه في الخلاط وبعدين هحط المكون التاني يا حبايبي. خليكم معايا. حط النعناع اهو، احط بقى الليمون انا عصراه ده 3-4 حبايات ليمون. طبعا اوعي البذر بتاعه اهو، لو في مصفى هتصفيه بس انا ايه مخلي بالي يعني ماشي حبايبي. انا النهارده حبايبي صينيه بطاطس صينيه كفته بالثوم وصوص الثوم حبايبي. خشوا على الصفحه بتاعتنا وشوفوا الطريقه سهله وبسيطه وكلها مكونات من البيت. واكلين معاها رز حبه وحبه، انا حمرت معاكم الرز مش لسان عصفور، ده رز حبه وحبه. بتنجان مملح حبايبي، سلطه طحينه وسلطه خضراء، والمفاجاه عملته معاكم ليمون بالنعناع زي اللي بتشربوه في الكافيهات يا حبايبي. اتفضلوا معانا. وعايزه اوريكم بقى طعم الكفته لما هتغرفي حبايبي. بطاطس مستويه وجميله. اتفضلوا معانا. غدانا النهارده يا رب يكون عجبكم. يا ريت تخشوا وتشوفوا الطريقه سهله وبسيطه. وما تنسونيش حبايبي بكومنت حلو منكم. اللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك في القناه. مش فاكريني في اللايكات يا حبايبي، اللايكات بتعلي الفيديو. ما تنسونيش بكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.